مع بعض فطيرة الكسلانين. الفطيرة الشرقي دي بجد طعمها خطير وشكلها يشهي جدا ويفتح النفس. هتقدروا تعملوها بأي حشوة متوفرة عندكم، مش هتاخد منكم وقت خالص في تحضيرها، يا دوب 3 دقايق وندخلها الفرن وبتطلع على الأكل على طول، من غير عجن بقى ولا فرد ولا واقفة في المطبخ كتير. هتقدروا تعملوها بكل سهولة، ودي ما تجيبوهاش من بره بأقل من 300 جنيه. ودلوقتي كل اللي طالباه منكم انكم تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو، لأن الفيديو بجد يستاهل انه يترفع وغيركم يستفاد منه، وكملوه معايا للآخر. هقول لكم شوية بدايل ونصايح خطيرة جدا. في طاسة عندي على نار عالية جدا هبتدي انزل بربع كوباية من الزيت. بعد كده هنزل ببصلاية كبيرة مفرومة فرم ناعم على ايديا، واقلبها باستمرار لحد لما تبتدي تدبل معايا. انا مش محتاجة ان هي تتحمر، يا دوب تدبل بس. بعد كده هننزل عليها بحوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة. النهاردة انا هحشي الفطيرة بتاعتي لحمة مفرومة، فبعصج اللحمة دلوقتي. لو انت متوفر عندك سجق او جبن او لانشون، اي حاجه متوفره عندك تقدري تستعمليها، المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. وزي ما قلت لكم النار لازم تكون عاليه تحت الطاسه علشان اللحمه ما تكتلش معايا. اول ما تبتدي تفرول وتفك بالشكل شفتيه ده، هننزل بمجموعه من البهارات عباره عن معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من البهارات المشكله. هنقلبهم في بعض بالشكل اللي شايفينه ده. بعد كده هننزل بحوالي قرنين كده من الفلفل الاخضر حامي على بارد متقطعين لمكعبات صغيره جدا. هنقلبهم لمده دقيقه كده او دقيقتين. وفي الاخر قبل ما نبتدي نرفع الطاسه دي من على النار، هننزل بطماطمايه كبيره متقطعه لمكعبات صغيره، وهنكون مستغنيين عن الميه والبذر اللي جواها. يعني هناخد اللحم بس بتاع الطماطمايه، وده هيخلي العصاج بتاعنا طعمه مسكر وبجد في منتهى الجمال. ولو مش حابين تقدروا تستغنوا عنها، مفيش مشكله. بكده يكون العصاج بتاعنا استوى، هنرفعه من على النار. ودلوقتي تعالوا نشوف مجموعه كده من الاضافات هتدينا فطيره مورقه تفوق الفطير المشلتت بمراحل. معايا معلقتين كبار من السمنه، عليهم معلقه واحده بس من الزيت. هنزل عليهم بمج صغير كده من الحليب، اللي هو فيما يعادل معلقتين 3 من الحليب. كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. بعد كده هننزل بعلبه زبادي فيما يعادل معلقتين كبار، والزبادي ده كنت عاملاه معاكم على القناه، تقدروا ترجعوا له. كمان هبتدي ابهر بنص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من الكمون. والنهارده بقى احنا ناويين نخربها وهنبدا دايت من بكره ان شاء الله، فعلشان كده هنضيف معلقه واحده من القشطه كده، او قشطه وش اللبن او السمنه البلدي. هتدي نكهه بجد في منتهى الجمال، وهتخلي الفطيره بتاعتنا كده مورقه وطريه وجميله جدا. وطبعا نقدر نستغني عنها لو مش حابين او لو مش متوفره اصلا. بعد كده هجيب كده لفه جلاش، سواء بقى عندك من زمان متكسره سليمه، هتجيبيها وتقسميها بالنص بالطول زي ما انت شايفه كده، وبعد كده تقطعيها بالعرض لشرايط رقيقه جدا او رفيعه جدا زي ما انت شايفه كده. طريقه سهله وبسيطه، متقلقيش هتطلع معاكي متماسكه وهايله جدا جدا. بعد ما قطعناها بالشكل ده، هفضيها في بوله كده علشان هستعملها دلوقتي، وهبتدي افككها من بعضها كويس جدا. هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الفطيره من غير ما ندهنها سمنه ولا اي حاجه. هننزل فيها بشويه كده من شرايط الجلاش اللي احنا قطعناه، وندي شويه كده من التشريبه. وكل ما ننزل معلقتين 3 من التشريبه، هنقلبها في الجلاش بالشكل اللي شايفينه ده، ونبتدي نضغط كده ونساوي. هي بمجرد ما تدخل الفرن هيبدا كل ده التشريبه دي هتبدا تسيح، وكل الجلاش هيشرب منها، وكمان قعر الصينيه، وهتتحمر وتبقى تحفه جدا جدا. يبقى احنا كده بين كل راق كده من الجلاش هننزل بمعلقتين كده من التشريبه، ونساوي ونضغط عليها ونشربها كلها زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل لنص الكميه. هنبتدي ننزل بالعصاج بتاعنا، ونحاول ما نوديهوش ناحيه الحرف كتير، يعني يكون في قلب الصينيه بس. بجد يا جماعه طعمه خطير جدا جدا. تقدروا طبعا لو حابين تضيفوا عليه كده من فوق جبنه موتزاريلا قبل ما نحط الطبقه الثانيه من الجلاش، ولو مش حابين او مش متوفر تقدروا تعملوا من غير اي حاجه خالص، مفيش مشكله. وزي برضو ما اتفقنا الحشوات مختلفه وكتيره، المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. طبعا في الطبقه الثانيه برضو بين كل رق جلاش والتاني هنزل بمعلقه كده او معلقتين من التشريبه، وهضغط كده اشرب الجلاش منها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهكذا بقى لحد لما نخلص الطبقه الثانيه كلها. تمام. الفرن بتاعنا يكون متشغل من قبل كده، يعني مشغلين من قبلها بحوالي 5 دقايق، والجلاش بتاعنا هيدخل على فرن مسخن مسبقا في الرف الوسطاني، النار من تحت على درجه حراره 200 او 180. هيقعد حوالي تلت ساعه في الفرن. اول ما تهز الصينيه كده وتلاقي ان الاحرف بدات تتحمر وتسيب حرف الصينيه وبتروح وتيجي معاكي كده، تبداي تطلعيه من الفرن او تشغلي عليه الشوايه. انا هعمل تركه كده هوريها لكم دلوقتي.
اللي هو هدخله زي ما اتفقنا في فرن متسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. اول ما تبدا الاحرف تتحمر والقعر هبتدي اشغل الشوايه احمر الوش كده نص تحميره. لو انتوا حابين تحطوا جبنه موتزاريلا من على الوش، ولو مش حابين حمروها تحميره كامله، يعني خلوا الوش يكون متحمر عن كده. بس لو هتحطوا جبنه موتزاريلا او اي ميكس جبن عندكم فهنحمر الوش نص تحميره زي ما شفتم. بعد كده هنبتدي نديها رشه كده من الجبنه الموتزاريلا، وممكن نقطع كمان فلفل الوان على الوش لو حابين، وندخلها تاني تحت الشوايه. وبمجرد ما تطلع نسلكها كده من الاحرف، لان الجبنه هتكون ساحت ولزقت في الحرف طبعا بالشكل اللي شايفينه ده. وهنفضيها بقى على طبق التقديم وتقطعوها وتتاكل سخنه بألف هنا وشفا على قلوبكم. مش محتاجه اي حاجه جنبها غير شويه مخلل او سلطه الطحينه. بجد خطيره جدا جدا يا جماعه، وتنفع قوي لجوع اخر الليل، تنفع في وقت تكوني كسلانه او مرهقه ومش قادره تعملي اكل. هي دي اللي هتنقذك من غير بقى ما تعجني وتفردي وتتعبي نفسك في الحر ده. هي دي اللي هتقدري تعمليها، وكمان هتكون اوفر وانضف واحلى من بره بكتير. اللهم بارك. ومشبعه جدا، يعني مش هتقدروا تخلصوها كلها اصلا برغم حلاوتها. شايفين بقى؟ خطيره جدا ومورقه بشكل، يعني التشريبه اللي عملناها دي هتخليها مورقه معاكي جدا. جربوها باذن الله هتعجبكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان يترفع وغيركم يستفاد من الوصفه الجميله دي. ويا ريت لو بتشوفوني لاول مره انزلوا حالا شرفوني بالاشتراك في القناه علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو كمان لو حابين، وما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات هرد عليكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.